شعبي العزيز، بعد 50 سنة من التضحيات ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. والمغرب سيظل في صحراء، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنه من دواعي الاعتزاز أن يتزامن هذا التحول التاريخي مع تخليد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء والذكرى 70 لاستقلال المغرب. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقاسم معك اليوم مشاعر الارتياح بمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن.